ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. لو الروح بتاعتهم، لو خلاص هم عايزين يموتوا الروح دي ويزهقوها ويضعفوها ويتعبوها، لا، الروح ما بتتعبش لأنها خلقت من النور وما بتتعذبش، فما حدش يقدر يعمل كده. لا، أنا أسحبها زيها بالظبط. لو القرآن مش هيسمعوه أنا أسحبه. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أنا وقفت قدام ال7 آيات دول فترة طويلة أفكر إيه ده؟ إيه اللي دخل آية الروح جوه الكلام عن القرآن؟ بعدين لما قاعد أعمل بحث عن الروح لقيت إيه بقى؟ شوف العجيب في كلام القرآن. شوفوا الآيات. لقيت آية بتقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. بعدين بيفسر الروح بيقول له إيه؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أنت ما كنتش عارف إيه الكتاب ولا الإيمان. وكذلك أوحينا إليك روحا. فالروح اللي هو إيه؟ الروح اللي هي إيه؟ اللي هي القرآن. كل المفسرين فسروها بالقرآن، وحتى القرآن نفسه فسر المراد بالروح بأنه القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فكأن الروح ممكن تبقى كتاب وإيمان. وإيمان إيه؟ وإيمان بكتاب.